وبنادم كيكريتيكي الوظيفه وكيدير شركه ويخدم بنادم وكيتحول من موظف لمول الشكاره تاني ويحرت على الناس بلا ما يفيد المجتمع بوالو. يا الله اعتضلي. الا الدنباس راه ماشي كاع الشركات ما كينفعوش المجتمع، راه تقدر دير شركه وتحارب البطاله حيت كتخدم بنادم وفي نفس الوقت تقدم خدمات اجتماعيه كيهزوا بالتنميه ديال المجتمع. كيفاش؟ داكشي اللي غادي نعرفوه في هذه الحلقه، ومعكم كيف العاده رضوان، عصام ومحفوظ. وانتم كتسمعوا البثلاثه في ثلاثه. تخيلوا معايا من 2013 وانا كنتطوع مع الجمعيات وكنت كنشوف الشركات الربحيه طماعه وغير كتستغل الاخضر واليابس، والربح هو بوقرب اي كان مول الشكاره بالامازيغيه. ياك تسنتا ودا هذاك تعنكيشه جاتني في القانون اللي كيمنع اعضاء مكتب الجمعيه من يدخلوا مصاريف من التطوع اللي كيديروا. كيفاش انا ندير مجهود اللي فيه الصالح العام وفابور ومول اقرب كيكيل في قريضنو غير بوحدو؟ بقى دارني راسي حتى قريت رياده الاعمال، قررنا واحد البلان سميتو ريادة الأعمال الاجتماعية اللي نعنو مشروع فيه مولا قرب ربح وحتى الصالح العام ربح. بحال قلتي الفرق بين شركة مبنية على استخراج الماء من جوف الأرض باش تبيعو وشركة مبنية أساسا على الروسيكلاج ديال دوك القراعي ديال البلاستيك اللي تيتلاحو. الأولى مول الشكارة رابح على ظهر الطبيعة، والثانية مول الشكارة رابح والطبيعة رابحة وحنا كلنا رابحين. غيجيك دابا واحد السؤال، إلا بغيتي دير لونتربرونيا سوسيال شنو غادي تربح أبو أقرب؟ رضوان ها من جوابه ودات ما زرت؟ ورا الا ما كنتش غنجاوب غير نطلعوا الجينيريك ديال هذا الكونسيبت. انت نمشي وحده وحده ونبداو بالاستفاده الكبيره كاع. رياده الاعمال الاجتماعيه كتسهل عليك تدبر على راس المال، حيت هذا النوع ديال الرياده كيحل لك قضايا اجتماعيه بحال الفقر، البيئه، الصحه، التعليم الخ الخ الخ. وغير باستثمار محدود كتقدر تحقق الماكسيموم بوسيبل من الاستفاده ودات ما زرت. والحكومات اليوم كيعجبها هذا النوع ديال المشاريع، اشكون الاستثمار هنا اجتماعي وكيخلق ليها تنميه مستدامه، وبهكا كتونجاجي معاك فئه كبيره من المجتمع باش يلقاو حلول لتحديات محليه او عالميه كاع، بحال البلان اللي قلتي ديال الروسيكلاج. المساله الثانيه هي البيع كيكون شويكي كسهل بالمقارنه مع مشروع كلاسيكي. مثلا الا حطينا منتوج مصوب باليد في تعاونيه وقلنا باللي هذا راه روسيكلي ومن مورا ثلاثه العيالات اللي كيعيشوا ثلاثه الاسر اللي في الجبل، ياك وحطيت سيدي منتوج اخر مصنوع في المعمل ديال الحاج وبالماكينه، في نظرك الكليان فين غيكون مستعد يعطي فلوس كثر؟ كنظن غيكون بان لك الفرق دابا، وغتكون عرفتي علاش هذا النوع من ريادات الاعمال ممكن يكونوا فيه فرص كثر. وباش اللي كيسمعنا ياخذ فكره مزيان على هذا النوع ديال الشركات اللي كيخدموا بهذا السيستم يمدو كال، غنخليكم مع المحفوظ راه ريس نخيب بين لوطرات في هذا الشيء الامثله. أعطى الله الشركات اللي كيدعموا ريادة الأعمال الاجتماعية وكيساهموا فيها فعليا. أول وحدة هي يونيليفر اللي غتكونوا شفتوا اللوغو ديالها في بزاف د البراندز في أي كاتيجوري بحال دوف، فازلين وليبتون. هاد يونيليفر وحدة من المنظمين ديال ترانسفورم انيشيتيف اللي هي مبادرة كتوفر التمويل والدعم للشركات الاجتماعية اللي كتقدم ماركت بيزد سولوشنز، يعني حلول ديال السوق. من نهار انطلقت هذه المبادرة عاونت 56 مشروع وشركة من 13 بلاد. ترانسفورم كتركز على بزاف د اللعيبات منهم الطاقة والبيئة، ليجين، الصحة والرفاهية وسبل العيش الريفية. وكاينه تاني مايكروسوفت اللي حتى هي دايره برنامج ديال رياده الاعمال الاجتماعيه. بهذا البلان كتعاون اكثر من 100 منظمه عالميه اللي عندها تاثير اجتماعي. البرنامج كيوفر للستارت ابس تداريب، كليان ومارشيات جداد وشويه الصرف بطبيعه الحال. مايكروسوفت من هادشي كامل كتقلب على ابتكار اجتماعي. من اهم المبتكرين اللي دبرت فيهم خدامين دابا على كيفاش يخليو الكلاود كومبيوتين ديال ازور يعاون على الازمه ديال الماء وتغير المناخ في العالم. واخر شركه معنا هنا هي ايكيا، عندها فرع متخصص في المشاريع الاجتماعيه. من ثم كتقلب على شركات اجتماعيه كتعطي فرص للناس اللي كتقاتل باش تدخل لسوق العمل العالمي. هاد الشراكات مع السوشيال انتربرايزز عاونوا ايكيا باش تخلق اكثر من 30,000 فرصه عمل في 6 البلدان. باختصار راه اي شركه ممكن ديرهم بجوج، تربح فلوس وفي نفس الوقت تساهم في رياده الاعمال الاجتماعيه. ولكن واحد البلان ديما مفشكني، كتلقى بنادم قاري الدمياطي وكيتخلص قليل وكيجي بنادم ما قاري حتى لعبه وكيتخلص اكثر منه. واش بان لكم شي عادل في هذا الشيء؟ واش صاحبي انت كطير من الرياده للصرف؟ ماشي غير القرايه اللي كتجيب الصرف، زايد المشكل ما كيحبش غينا او تجي عطا الله ما يتقال. خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات وما تنساوش تبارطاجيو الحلقه مع اصحابكم. افلاو لي السهل ربي. تشاو تشاو.